في سابقة من نوعها في فرنسا، حل حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف في الطليعة ب6 مناطق على الأقل من أصل 13 في الدورة الأولى من انتخابات المناطق الفرنسية، في انتظار تأكيد الشوط الثاني منها والمزمع إجراؤها يوم غد. رئيسة الحزب مارين لوبان تشيد بالنتيجة الرائعة التي حققها حزبها، مؤكدة أنها قادرة على تحقيق الوحدة الوطنية في البلاد على أثر هذا النجاح التاريخي لحزبها. ومن أولى نتائج النتائج، رفض زعيم المعارضة اليمينية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أي تحالف مع اليسار في الدورة الثانية من هذه الانتخابات لقطع الطريق أمام لوبان وداعميها. الانتخابات الفرنسية التي صدمت نتائجها وسائل الإعلام الفرنسية لا يمكن استيعابها إلا باستدعاء السياق الطبيعي لها بعد 3 أسابيع من أسوأ اعتداءات شهدتها فرنسا، إذ جرت هذه الانتخابات وسط حالة الطوارئ المعلنة في البلاد. رياح 2015 جاءت بما تشتهيه سفن لوبان في لجج من تنامي الهجمات والخوف والذعر التي جعلت الوضع يزداد سوءا لدى الفرنسيين، وحالة الحنق الإعلامي الذي نفخ في رماد تراجع الحريات وخطر تهديد العلمانية وعدم احترام مبادئ الجمهورية، إلى صخب صامت يزأر به قاطن الضواحي وتجمعات المهاجرين من مشارب إسلامية مع غيرهم ممن لم يتطبع مع الفضاء الفرنسي الفسيح. ليجد الحزب المتطرف ضالته في تصوير فكرة العدو الذي وجب على الفرنسيين الحذر منه ومهاجمته، وإن كان ذلك عن طريق الانكفاء على الذات ورفض الآخر وزيادة تهميشه. وفيما يذهب محللون مذاهبهم، يتراءى للمتتبعين جدية التهديد بوصول اليمين المتطرف إلى السلطة عام 2017، إذ غدا الاقتراع لصالح اليمين المتطرف اقتراعا انتمائيا، وأفكاره تغزو الطبقة الوسطى والعمالية والبرجوازية المسيحية والطلاب والشباب الذين كانوا أقل حماسا في تقبل أفكاره. التحولات الأخيرة سترسم إذن إطارا للمشهد الجديد في فرنسا مع التحديات الاقتصادية والأمنية، بالتركيز مستقبلا على موضوعين متلازمين: الهجرة من جهة والإسلام من جهة أخرى، بما يعني ذلك من مضايقات أيديولوجية وسياسية وتدابير أمنية وإجراءات اجتماعية على المهاجرين من ذوي المنابت المغاربية على الخصوص.